كل يوم حد يبعت لي يقول لي يا كابتن، أبدأ أتعلم فرونت إمتى؟ أو أنا بقالي شهور بتمرن، ينفع أبدأ بلانش؟ والحقيقة إن في ناس بتتمرن بقالها سنة وهي جاهزة، وناس بتبدأ من شهرين وهي لسه مش جاهزة وبتتصاب وبتقف مكانها. في الفيديو ده هقولك إزاي تعرف إنك جاهز تبدأ أي سكيلز كاليستانكس، وإيه الاختبارات اللي لازم تعدي بيها. السلام عليكم، أنا كابتن إسلام، مدرب ولاعب كاليستنكس. أول حاجة، مفيش مدة ثابتة. أكبر غلطة إنك تربط المهارة بالوقت. مش معنى إنك تتمرن بقالك 6 شهور إنك جاهز، ومش معنى إنك بتتمرن بقالك شهرين إنك مش جاهز. اللي بيحدد هنا قوتك، تحكمك، جودة الحركة، وقوة الأوتار والمفاصل. نيجي لأول علامة، الأساسيات عندك بقت سهلة. قبل ما تفكر في أي سكيلز لازم تكون الأساسيات قوية. لو عندك البول اب بتطلع عدة واحدة بالعافية والبوش اب صعب، يبقى لسه بدري. لكن لو تقدر تعمل 15 ل20 بوش اب بفورم، ومن 8 ل12 عدة بول اب بعدة كاملة، و10 عدات ل15 عدة دبس، من 30 ل60 ثانية هولو بادي، يبقى عندك قاعدة قوية تبدأ تبني عليها. العلامة التانية، عندك تحكم في جسمك. اللعبة مش قوة بس، وتحكم كمان. جسمك بيترعش وبتتهز يمين وشمال. كل ما تحكمك بيزيد، تعلمك المهارات هيبقى أسرع. العلامة التالتة، مفاصلك لازم تكون جاهزة. ناس كتير بقى عندها عضلات بس المفاصل عندها ضعيفة، زي مثلا الرزغ والكتف والكوع، أساس أي حركة في الجسم، وده بيؤدي إلى إصابات كتير. اسأل نفسك، بعمل تسخين كويس؟ عندي مرونة في الكتف؟ الرزغ بيوجعني من أي تحميل؟ وشوف الإجابة واشتغل على المفاصل الأول. الإجابة الرابعة، بتعرف تلتزم. الحركات عشان تتعلمها بتاخد وقت كبير، مش في أسبوع، وممكن تحتاج شهر. وخلي عندك هدف واضح، مش كل أسبوع بيتغير هدف. مرة فرونت، مرة هيومن فلاج، ومرة بلانش، كده مش هتوصل لحاجة. تقدمك محتاج صبر واستمرارية. العلامة الخامسة، عندك برنامج واضح مش عشوائي. مش كل يوم تشوف جدول تمارين وتمشي عليه، كده مش هتتقدم. لازم يبقى عندك برنامج واضح، تمارين قوة، تمارين سكيل، تمارين موبيليتي وراحة، وده هيخلي تطورك أسرع. هديك مثال، لو هدفك حركة الفرونت ليفر، يبقى تقدر تعمل 12 عدة بول اب، ويكون عندك هولو بادي قوي. تقدر تعمل سكابولا بول بسهولة. تقدر تجيب التك فرونت 3 ثواني. ولو مش بتجيب الحاجات دي، يبقى اشتغل على البيزكس الأول. وافتكر إن المهارات مش جايزة للناس اللي بتبدأ بدري، بتبقى نتيجة للي بنى أساس قوي. وكل وقت هتقضيه في الأساسيات هيوفر عليك وقت أكبر من الفشل والإصابات.